طارق مجدي كاد ان يتسبب في وفاه لاعب في الملعب بتغاضي عما حدث في الملعب من عقاب اداري، اولا لحارس مرمى طلائع الجيش المتهور محمد شعبان بطرده، واحتساب ضربه جزاء لمحمد حمدي. دلوقتي لا تهم ضربه الجزاء ولا تهم المساله دي، احنا يهمنا في المقام الاول سلامه محمد حمدي اللي عنده شرخ في الضلعين ويتجمع مائي وهوائي على الرئه، ندعو له بالشفاء ان شاء الله. طب ايه المطلوب من اداره نادي الزمالك بخصوص قضيه محمد حمدي؟ مطلوب من كابتن حسين لبيب ان يرفع دعوى قضائيه ضد الحكم طارق مجدي. ليه؟ ده ليه علاقه بكره القدم؟ ليه علاقه بكره القدم، لان يعتبر اهمال من الحكم قد يتسبب في وفاه. ما حدش يجي يكلمني، اهمال من الحكم يتسبب في وفاه. هل هو اهمال متعمد غير متعمد؟ القضاء اللي يقول كلمته، لكن انك انت تتسبب في وفاه لاعب، يا حاج اللاعب يفقد حياته عشان حضرتك مش عاجبك فريق الزمالك، لا لازم تتحاكم. محاكمه طارق مجدي امام القضاء مهمه جدا، وعلى مجلس اداره